هلا والله. قبل ما يبدأ الفيلم تشتركوا في القناة وتحطوا لايك وتتابعوا صفحتنا على الفيسبوك، ويلا بينا نخش على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع باقي اللي بيكون لسه بيركب القطر، بس بيلاحظ ان في بنت مجنونة كده بتتكلم مع السحاب والمطرة، فقاعد يضحك عليها وبيتنمر عليها. لما اخدت بالها بتقول انت بتبص عليا يا عبيط يهبل. المهم قعد يضحك عليها برضه تاني ويتريقوا على بعض هما اتنين. وبعد كده هي بتركب القطر وبيقعد باقي يراقبها من بره. وقتها بيبدأ يتبادل ما بينهم نظرات الحب، فقررت انها تنزل تتكلم معاه. وقعد هو يتكلم مع سيا لحد ما الدنيا بتمطر تاني، وزي كل مرة قعدوا يرقصوا مع بعض. كل فيلم هندي لازم يرقصوا مع بعض ويهزروا مع بعض. وفي نفس الوقت ده شاب اسمه راجو بيلاحظ وجود سيا واعجب بيها. بعد كده القطر بيتحرك بيهم وبتلاحظ سيا ان ابوها مش موجود، فبتقول لي باقي انه يروح يدور على ابوها. واول ما بينزل هي شافت ابوها. بعد كده ندهت على باقي فبيجري باقي لكن مش بيلحق القطر، واحنا كلنا بنزعل عليه لان مش هيشوفها تاني وبيفصلوا عن بعض الاتنين ويكون هناك فراغ صعب. المهم بيروح باقي ويخش مدرسة فنون قتالية وهو داخل في نص حصة الكونغ فو، والجماعة اللي بيتدربوا قاعدين عاملين تمارين يوجا. وبيكون المدرب اسمه دهير كلاش، عارفينه كلاش. المهم بيكون دهير ده صديق والد باقي بقى. ووالد باقي كان موصي على باقي ان هو لما يستلم الرسالة دي معنى كده ان ابو باقي مات. ولا انا قلقان على باقي لان هو بيكون مش مهتم باي حاجة غير القتال، وانه عايز يكون انسان طبيعي زينا كده. وبدأ المدرب كلاش يعلم باقي الادب شوية. وبيكون باقي مش متعود على الالتزام ده لان المكان فيه شوية تحكمات كده. ابا تسمع الكلام ولا نشقوك؟ يعني لو عايز تاكل تطبخ لنفسك، عايز تشرب تسقي نفسك، عايز تجيب حاجة جيبها لنفسك حبيبي. كل واحد مع نفسه. عايز هوا افتح الشباك، فيش مراوح ولا تكييف. كل حاجة تعلم تاخدها من الطبيعة، اتخذ من الطبيعة موطن لك بس. فبيتعصب باقي بعد ما بيشوف اوضة اللي ما فيهاش اي حاجة وكلها خشب بس، خشبة في خشبة. المهم بس ما بيفتحش بقه لان المعلم هيكسر مخه. وان هو لما حاول يواجه المعلم دهير كلاش، المعلم كلاش مسكه ولطشه بكل سهولة وكسر غروره قدام الناس. والمفاجأة ان دهير كلاش ده بيكون والد راجو بيكون مقاتل قوي جدا يا باشا، عارفين اللي شفناه عند القطر. وبعدها بتكون في مسابقة في النهر، بيكون راجو ابن المعلم مشارك فيها وسط تشجيع الناس وهو بيسابق وعمال يجدف. لمح سيا من بعيد، وقتها بينسى نفسه بيقعد يبص لها لحد ما بتقول له خلص يا عم هنخسر خلص. فبيقلب فيها وحش يا باشا ويمسك المية دي ويطير فيها ضياع. واول ما بيكسب بيجري عشان يشوفها لكن مش بيلاقيها وسط الناس وبيزعل. في الوقت ده بيكون باقي شايل الاكل بتاع المدرسة كلها عشان يرجع ويطبخ لهم برضه هو واحدة. وبتكون هي في نفس المكان بس مش بياخد باله منها. عارفين شغل الكذب الهندي ده. المهم لحد ما الدنيا بتمطر وكالعادة سيا عاملة زي العبيطة بتقعد ترقص في المطر. وفي الوقت ده بيكون في ناس عمالة تستخبى وترمي نفسها، وباقي بيلاحظ وجودها وبيجري عليها وهو فرحان انه شافها تاني. وقال لها انت عبيطة يا بت، انت ما فيش وراك حاجة غير انك ترقصي في المطرة، مش كبرت على الكلام ده؟ وهي قالت لي انا زعلانة لان ملحقش القطر وان هي كانت السبب. فبقول لها لا انا نزلت من نفسي عشان مش عايز اقعد مع في قطر ما فيهوش يا ناس دمها خفيف. فهي سابتها وزعلت منه ومشت. وبيظهر اعجابهم ببعض ومعجبين ببعض والحب يحترق في مش عارفين نسيت المثل، بس هما مش عاوزين يعترفوا لبعض. لماذا؟ هنشوف بعدين. وبعدها بيكون في المدرسة راجو ابن المعلم ماسك التلاميذ وعمال يلطش فيهم واحد واحد. كل واحد يشوفه يدي كف لحد ما لطش لهم ونزل فيهم ضرب وكسرهم لحد ما فجأة يفتكر سيا ماي جاد ويسرح بقى. واحد من التلاميذ يمسك لطشة ويعوره في صدره، فهو يتعصب ويهجم على التلميذ وكان هيخلص على واحد فيهم. بس المعلم انقذ التلميذ على اخر لحظة. يا عم انا مالي انت تسرح وانا نتضرب؟ ايه الشغل ده؟ وكل ده وكان باقي بيتفرج عليه وكان معجب بقوة راجو انه قوي جدا. ولما بيسأل سابه صاحبه قال له ده ابن المعلم واسطة يعني. وبيجي ابو سيا وينصحه ان هو يدور له على حبيبه وان الحب اجمل حاجة في الدنيا والكلام ده. والعبيط عرفش ان اصلا الواد ده الكراش بتاع بيته. المهم باقي بعد كده بيرجع للتمرين وبيكون الاول متبهدل عند المدرب وعمال يعمل كل حاجة. مشغلين مرمطون يابا مرمطون، زي انه يمسح الارض يطبخ يوزع الاكل على المقاتلين كل حاجة. المقاتل عايز ينام ينوم، المقاتل عايز يقوم يقوم، المقاتل عايز يستحمى يسبح، المقاتل عايز يغير الحفاضة يغيرها. شغال يابا خدام. اقول لك انا اعلان مهم، فتحت مدرسة فنون قتالية اللي عايز يجي يشتغل. المهم والدنيا بتبطل وبتكون سيا مستنيها باقي يظهر لها من اي مكان. هبلة مستنيه فاهم يفتح بوابة سحرية ويطلع لها منه. ويجي بعد كده راجو بيكلم والد سيا وبيطلب منه ان هو يتجوز سيا بنت عشان هو عارف ان ابو سيا بتاع فلوس وكلب واطي، فبيدي لها شنطة فلوس وبيشتريها مش بيتجوزها. يعني هو اشتراها بفلوسه بمعنى صح.
طبعا عشان ابوها كلب فلوس وافق على طول على الزواج من راجو. وكان هو الكلب عمال يحكي من شوية عن الحب والكلام الفاضي ده. الاول فلوس يابا كلام فاضي، فيش فلوس حب وحوار. المهم ودينا بتبطر وسيا بتروح للمنارة اللي اتفقت مع باقي ان هم يتقابلوا هناك، ويكون باقي مستنيها. بس يعني ايه المنارة في النص، يعني حوار محتاجين انتوا تفهموا. المنارة في النص وواحد مستنيها الناحية دي وواحد على الناحية دي، عشان ان هم فاهم راحوا للمطار طيران، للمنارة قصدي طيران، فاهم حد يعني. بص حاجة كده بهندي في نص الطريق كده، وهم ما شافوش بعض ولا سمعوش خبيط ولا اي حاجة. فاهم انت ازاي؟ خبيط المنارة اللي كلها حديد مشيوها بس عشان الهنود يزعلوش اصلا. حقيقة يعني لو واحد راح قابل واحد نفس المكان عادي بتحصل تمام يا هنود. والمهم كان باقي مستنيها على الجانب التاني زي ما قلنا، بس هو بيستناها بيسمعها وهي بتتكلم المطرة تاني برضو تاني، وبتقول ان هي معجبة بباقي جدا وبتكون زعلانة ان هو ما جاش، وباقي سامحها وعمال يضحك وفرحان بقى ان البت. المهم لما بيشوفها بتحبه فبيروح لها وهو بيضحك وهي بتضحك اول ما بتشوفها، وقربوا على بعض وبداوا يغنوا ويرقصوا تاني برضو. فاهم الهنود دول مدمنين رقص. وهو قاعد يشرب خمرة وقتها المعلم كان بيستناه عشان يعلم الادب. جدع معلم، لان بقى بيتاخر على طول على التمرين بتاعها. اول ما المعلم بكلمه بيقول له انت المفروض ما تتكلمش معايا، خلاص ليك فترة مشغلني خدام عندكم صراحة حق وعلمتنيش حاجة. فالمعلم ضربه في رقبته وبطنه وخلاه يرجع كل الخمرة والعياذ بالله اللي شربها. استغفر الله. لا يا حمار، كل اللي انا اديتهولك ده كان تدريبات عشان تشتغل تاني لحد ما المعلم هجم عليه وبيلاقي نفسه بيصد ضربات المعلم بسرعة عكس اول يوم. لما المعلم لطشه وهو بيسقط ضربات المعلم بيلاحظ ان كل حاجة كان بيعملها في حقيقتها تدريبات فعلا، بس من غير ما يحس. حلو، بس من غير ما يحس. الله عليه فنان شاعر. وقتها بيقرب منه اكتر وبيتدرب على طول وبيهتم بيه وبيتدرب معاه وبيتدرب بقوة وبيتدرب بعنف وبيتدرب بأي كلام. واعجب بيه راجل وسلم عليه واعجب بقوته، ها مش حاجة تاني بالقوة او يكونوا جايين من نتفليكس انتو دايركت علينا. المهم وبعدها بيكون باقي مع سيا وفجأة ابوها بيطب وبيجي لهم في الشارع. وقتها سيا بتهرب بسرعة عشان ابوها يعني وكده، فاهم الاحترام. وابو سيا بيقف مع باقي وبيلاحظ خاتم بنت اللي في صابعه، فبيجي يقول لراجو ان باقي بيحب سيا ولازم يوقف عشان جوازتهم تتم. خنزير. وقتها راجو بيقول له محدش يقدر يقف في طريقي حتى لو اضطريت اقطع راسه. فالمعلم بيسمع كلامه بيقول له حمار يا غبي يا جاموسه، الحب مش بالعافيه. بيقول له طول ما انا عايش مش هسيبك تاذي حد. المهم راجو بيسمع كلام ابوه بس بيكون جواه غل لدرجه ان من كتر ما هو كلب فاهمني حط سم لابوه. كلب خنزير. ولما ابوه كان بيحاول يشرب ميه شالها من قدامه. يا جدعان خنزير. وابوه بيزحف على بطنه لحد ما بيموت من السم. يا اخو اقسم بالله انت لو قدامي لكان شقيت. المهم وامر الرجال ان هم يروحوا يخلصوا على باقي، وفعلا بيكون باقي في السوق مع سيبه عيل صغير كده وبيشيله وبيشتري له لعب ويفسحه. ورجاله راجو بيروحوا يخطفوا سيبه من باقي، فبيجي وراهم عشان ياخد سيبه منهم لانه بيحبه لانه عيل صغير عنه كده. لكن الرجال بيقعدوا يرموا سيبه لبعض. وقتها باقي بيتعب منهم لدرجه انه بيتجنن عليهم ويمسكهم ويكسرهم ويكسر الحيطان عليهم والمواسير واي حاجه في طريقه يكسرها على راسه. فقرروا ان هم ياخدوا الواد ويطلعوا فوق عشان يهددوا باقي ان هم هيرموه لو سابهمش. وقتها باقي بيكون جاب اخر منهم ويمسك طوبه كبيره ويرميها على واحد على اللي مسك الطفل وجات في راسه فتحتها وسيبه وتلف وباقي تلقى سيبه قبل ما يقع على الارض. لكن بيتفاجئ ان العصابه نازله عشان تخلص عليها عبطه. بيبدا يعمل لهم فيها بلاك ادم اللي بطولة بلوشة يابا يلسع على طول ينزل فيهم ضرب وطحن وتكسيره لدرجة ان هو خلع ماسورة حديد عشان يفتح مخ واحد منهم. لكن سيبهم كان خايف قال له خلاص يابا سيبهم. راح سيبهم راح سابهم عشان يزعلش سيبهم منه. ومسك كوباية مية يديها سيبه عشان يخليه يطمن وما يخافش. لكن اتفاجأ ان في حد بيشد من رقبته وده في الوقت ده بيكون راجو. ونزل طحن وضرب في باقي اللي مش عارف كل ده ليه اصلا. ليه هتضربني يا باشا مالك انت فين؟ ما تقولي ونحلوها سلمي. ويبدا يخن او بيقول له النهارده انت هتموت. لكن باقي بيضربه برجله في دماغه عشان يبعد عنه قبل ما يخلص عليه. كل رجاله راجو بيهجموا على باقي عشان ما يتحطش عليه. راح جري للبنزين وولع في الارض ملاها بنزين وفتح الولاعه وقال لهم طالما انا هموت هناخدكم معايا وناخد البلد كلها اولاد الهرم. والناس واقفه خايفه فاهم يتفرجوا بس خايفين. نروح بيتنا لا نتفرجوا ونخاف عادي. وبيتحدى الاتنين بعضه لسه ماشي ناحيته راح فتح الولاعه وقال له تعالى نولع في الدنيا يا وحش. وبعدها نروح لباقي وبيكون وصل بانكوك عاصمة تايلاند. فاهم فجأة كده نطينا. المهم يركب مع سواق بيكون ابن اخت
السواق قاعد جنبه، بس يكون في مشكلة بسيطة خالص خالص كده بس ما تحسش بيها، ان السواق اعمى. ايوه زي ما سمعت. وهم كانوا فاكرين ان باقي امريكي بس هو اصلا هندي زيهم وعارفهم وعرفهم ان هو هندي وطلع جدع معاهم، ما بلغش الشرطة عنهم. يعني يبلغ الشرطة ليه؟ يا دوبك السواق اعمى، ربنا يشفيه يعني ربنا يعالج. بس يعني اجبرهم ان هم يجوا معاه لاي حتة هو عايزها، وبيكونوا مرعوبين منه ويوافقوا على الكلام ده. هو ده مش استغلال يا كبير؟ هو استغلال. ايوه استغلال. وبيروح باقي لحلبة قتال شوارع بيكون فيها مقاتل قوي جدا، قوي على الاخر يا باشا، لكن بيخش باقي يتحداه. وقال باقي لصاحب التاكسي ان هو يراهن عليه عشان يكسبه فلوس، لان باقي واثق في المكسب. لكن صاحب التاكسي فاهمين يعني كان يمشيها الاكبر ارهب والاصغر اضرب. لسه مخترع المثل ده ماشيين بمثل كبير كبير، فاهم؟ فعشان المقاتل التاني كان كبير بقى راهنوا عليه، وبيبدا القتال مع باقي، وبيوقع خصمه ويقدر يهزمه بشلوت واحد، فاهم؟ لفه شلوت في وشه نفعش تاني. وكلهم اتصدم ان باقي قوته مذهله. اهي يا جدعان سوبرمان عندينا وبس. وبعدها باقي راح بسط الكاميرا وكان عايز يعرف حد ان هو انا في بنكك يابا، قصدي انا في بنكوك يابا، لان الراجل اللي منظم القتالات دي وبيكسب منها ملايين الملايين، مش بنحسب يعني، انا مش بحسب، بس دي فلوس كتير. وبيرجع بينا بالذكريات تاني، حاسب لا تقع. احنا بنرجع للذكريات يعني، خليك فاهم. وبيفتكر يوم ما المدرب كلاش مات بعد ما بيحرق يا اسطى، هناك اكرام الميت حرقه. وبعد ما يبقى رماد المدرب دهير كلاش ده، بعد ما بيجي تراب بيقول ان هو هيحاول يخلي الكونغ فو ينتشر في كل العالم. باقي بيقول وان الهند هتكون محترم في اللعبة دي، وان مش هيعمل ذنوب تاني، وهيبقى راجل زين وهيلبس ابيض في ابيض وكل اللي انتوا عارفينه ده. وانا حاسس في اللقطة دي، حاسس احساس بس ان الهند عايزين يسرقوا حاجة كده من الصين يعني انا مش عارف، انا حاسس وانتوا حاسين معايا خلاص. وان هو مش هيعمل غلطات. المهم زي ما قلنا فكوكم الكلام ده، وبتيجي الشرطة تقبض عليه عشان اللي عمله في محطة البنزين اللي كان هيولع في الدنيا كلها. المهم كان هيخلي الهند كلها دجاج محمر. المهم في الوقت ده باقي بيشوف ابو سيا وهو بيشاور له، وبيعرف ان الراجل ده خنزير يا جدعان، ومخطط لكل اللي حصل، وان السبب في الزعل ما بينه وبين سيا، لان هو قال لبنت باقي ضربه وهانه وسط الناس، عشان كده هي قررت تمشي من البلد كلها وتهرب من راجو مع اهلها. في الوقت نفسه كان باقي بيستناها مع سيبه عند محطة القطر، وكان مجهور ان هي ما جاتش زي ما اتفقوا. وبعد كده نرجع تاني لما كان باقي مع سواق التاكسي في البيت، وفجأة بيهجم عليهم بلطجية كتير كده تبع راجو بيرو، وبيجروا وراهم في الشارع عشان يخلصوا عليهم. لكن باقي بيضرب عدد كبير منهم، كل شوية يوقف يلطش كم واحد، يجري يوقف يلطش كم واحد ويرجع يجري، يوقف يلطش كم واحد ويرجع يجري، وهكذلك على كده لحد ما خلصوا. في الوقت بيكون باقي بيهرب من عصابة لسه سواق التاكسي في البيت بيهزر مع العصابة على اساس ان هم باقي وابن اخته، والعصابة بتنزل فيهم تلطيش على وشه لحد ما بيعملوا منه شواية من كتر الضرب. وبيفضل باقي كل شوية يمسك شوية يضربهم. المهم زي ما قلنا، المهم بيحاول يلحقوا بس هو بيكهرب السور وبقعهم على الأرض متكهربين، دجاج مشوي المرة دي مش محمر، مشوي. وفي الوقت ده بيكون 3 من عصابة مسكوا السوا ابن اخته نازلين فيهم ضرب وتلطيش، وبيسألوا عن مكان باقي، وفجأة بيظهر لهم باقي قدامه. احذر مما تتمناه يا بني، انا قلت له. بقول لهم عايزيني اديني، وينزل فيهم ضرب ورماهم على الارض، وبيسحب مسدس من ايد الزعيم بتاعهم ووجه ناحيته. بقول لها هعملك صفايه. ولا فين راجو؟ ولا ما عرفهاش والله، بس ممكن نقول لك على المساعد بتاعه. قال له بص هتلاقيه هناك جنب هنا في النص. قال له ماشي. قال له اسمه، قال له اسمه بيجو. وبيبدأ ومسك باقي بيجو لطش له برضه تاني، وعداه علقة سفلت على الأرض. المهم بيبدأ يعرفه بيجو كل حاجة عن مبنى راجو السري، اللي هو بيكون متكون من 10 طوابق. أول 8 أدوار ده بيكون ايه بقى؟ في مقاتلين ما عندهمش رحمة، بيكون راجو بيجيب مقاتلين من الهند عشان يدربهم عنده ويجيبوا له فلوس. يلا مين عايز يشاركنا على نفس البيزنس؟ المهم بيقولوا على دراع راجو اليمين، ويكون وينج، وهو راجو عنده كام دراع يمين يا جدعان؟ حيرتونا. وبيكون مقاتل عنيف جدا، وبيقول ان الدور العاشر ده بيت راجو، وده البيت اللي بيعيش فيه راجو واللي معاه، وان هو محدش بيحميه كتير يعني. لو قدرت بس انت تعدي من 8 ادوار هيبقى سهل، انت عدي بس منهم لو. بيقتل باقي مرات بيجو بعد ما ضربها بالنار قدام عينه. ونشوف سيا بيكون راجو بيلبسها سلسلة الماظ وهي نايمة، ولما بتحس بيه بتصحى وتقوم تضربها، لكن الحراس بيخشوا ويضربوها على راسهم، بس هي بتكون علمت عليهم. فبيضرب راجو بياخدها على المستشفى، ويعرف باقي المستشفى من بيجو برضه، وبيروح لهناك وبيتنكر في لبس دكتور، وبيقابل هناك
سيو بيطمنها عليها وبيفهمها ان جاي يهربها، بيقول لها الخطة عشان يهربوا من هنا، وانها تلبس لبس الممرضة وتخرج معاه دلوقتي بسرعة يلا، لان الرجالة راجعوا مش موجودين دلوقتي، لان ولازم يهربوا قبل ما يجوا ويكونوا هيهربوا خلاص، لكن بيمسكهم راجعوا على اخر لحظة. راجعكم بقى وانا هعمل راب. لكن باجي بيكون اذكى منه، حط السكين على رقبتها وبيبدا يهدد راجو، لان عارف ان هو هيتراجع بسبب حبه ليها. حاسس ان باجي في الحته دي عنده جرون شويه. المهم وبيهرب باجي وسيم من المكان، ويبدا راجو يجري وراهم، ولما بيركب التاكسي بتاع العمى بيهربوا كلهم. بعد كده يا رجاله باجي بيجروا وراهم، لكن بالغلط بينج بيقتل اخوه، بيعيط بينج على اخوه ويوعد ان هو هيقتل باجي وهياخد حقه، وربنا ياخد حقك يا اسطى وانت موت في سلام دلوقتي ما تصدقناش. وسيا بتدي عقد الالماظ اللي جابه لها راجو للسواق الهندي عشان يبيعها ويرجع الهند بدل الشغلانه اللي جايبه همها دي، ويشكرها السواق الهندي وبيمشي. وباجي وسيا مع بعض بيركبوا السفينه، وباجي بيبدا يفتكر ذكرياتهم مع بعض ونشوف ان باجي علمها الكونغ فو، بتفتكر وبتشكر باجي، لكن هو بيقول لها ان ملوش داعي ده، وان هو ما جاش عشان هي، انما جا عشان شويه فلوس عشان يعالج بيهم صديقها العيان، وان هي بالنسبه له مصلحه وبس. وفجاه الدنيا بتشتي وتمطر تاني، وايه الفيلم اللي كله مطر ده يا جدعان؟ ده انا بريت هانا. وبعدها بيلبسها قميص عشان هو عيل شهم فشخ وكده، وبنشوف الخاتم بتاعها لسه في ايدها، وبتفتكر وتعرف ان ابوها كدب عليها وان كلب خنزير معفن، وان بين لها الحقيقه، بس هي مرضتش تصدق عشان هي حماره غبيه برضه، عيلة كلها اغبياء. وبتنادي على باجي وبتقول على كل اللي حصل وعن اللي هي فهمتها هي ومن ابوها وعن كذاب، وبتعتذر له وبيقبل باجي اعتذار عشان هو قلبه رهيف وحنين وعيل جدع جدا. بيجي رجاله راجو وبيجوا وبيضربوا باجي علقة موت، بيضرب بيجوا باجي بالنار عشان قتل مراته وبيقع في البحر. الفيلم اللي كله بهدى، اللي كله جيم قصدي. وبتكون سيا بتعيط وزعلانه قوي على موت باجي، وبياخدها راجو المقر المحصن بتاعه بيقول لها ما تزعليش، قال لها دماغك يا جدع يلا نتجوز ولا اما هنقتلك. سيا بتقول له لا باجي هيجي وينقذني منك، ويسمع كلامها ومات من الضحك بعد ما يسمع كلام. يلا خلصنا منه. المهم بيقول لها شغل الافلام الهندي ده حبيبتي تنسيه، احنا مشتاقين في فيلم هندي. المهم وبنشوف فعلا باجي هو تحت البيت فعلا ما ماتش بسبع ارواح قطه، ونعرفكم على باقي القطه. وفي نفس الوقت بيكون عمك راجو عامل فيها عفروتو يابا، ونازل ضرب وتكسير في كل الرجاله، بيكون كل سلم يضرب له فيه 50-60 واحد كده رجاله. ورجاله راجو جربوا يخلصوا، كل اللي يشوفه يدي قفا على راسه، يدي له قفا لدرجه انه بيدخل دور مكبوس رجاله بيديهم كل واحد قفا 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 حتى ما يخلص، واللي بس يلمح هيمرجح، ما بيسيبش حد فيهم، وينزل تكسير فيهم وتطيش فيهم ويضربهم ويخسرهم ويلحنهم ويدربهم. وانا هقفل على مروان بابلو يا جدعان، قعدوا مروان بابلو في البيت. المهم بقول ليه عملت كده يا صاحبي؟ هو ده اخرة الثقة فيك يا اسطى؟ قال انا عرفت الحقيقة ان هو مرضاش يقتل مراتي وانت كلب، فبيذبح صديق عمره كلب، يعني هو موت ابوه مش هيقتل صاحبه. وبيكون راجو في عينه شر هينفجر من غيظه. في الوقت ده راجو بيبعت لباقي اخطر رجال عنده وهم مسلحين باسلحة، جد مسلحين باسلحة، سبحان الله ايه الذكاء بتاعي. وبيهجم الثلاثة على باقي وبيدافع عن نفسه وبس، هو بينزل ضرب تكسير فيهم لحد ما بيخلص عليهم واحد واحد. بس هي بتهرب من راجو بعدها بتغفلة، وبيوم الرجال ان هم يقتلوا سيا وباقي، خلاص يابا ما فرقتش معاه. بتبدأ سيا تلطيش في رجالة راجو والبركة في الحق باقي اللي علمها الكونغ فو، ويبدأ القتال بين باقي ووينج اللي بيكون مساعد راجو اللي حلف ان هو هيقتل باقي عشان قتل اخوه. وكلنا عارفين مين هينتصر باقي، بس هو اتحط عليه في الاول بس عادي فاز. وسيا بتقول له دايما كنت بفكر فيك يا قلبي، وخدها عشان يروح يقتلوا راجو. بيبدأ القتال ما بينهم، وبيكون راجو اقوى وبيضرب باقي جامد وبيديله علقه سخنه في الاول، وخلاص هيخلص عليه. بيقول له يا باقي انت ضعيف يا حبيبي، ده انا قتلت ابوي عشان ناخدها، مش هنسيب الكلب زيك. ولما بيسمع راجل اللي هو اللي قتل المعلم بتاعه يبقى وحش، خلاص قفلت معاه، وبيقرر ان هو ينتقم من راجو عشان حبيبته والمعلم بتاعه، فاهم؟ هو كان هيموت بس يعني مش فارقه معاه، بس عند المعلم يابا ما تجيش معانا. المهم باقي بتجي له قوه خارقه فجاه، وبيبدا يطحن في راجو رغم كل التلطيش اللي خدها منه، وكسر رقبة راجو. كمان بيكمل عليه يكسر العمود الفقري بتاعه عشان يتأكد ان هو سافر هناك. بيرجع باقي وسيا لمدرسة المعلم ده يركلاش، وبيعمل باقي تمثال للمعلم عشان هو بيحبه وعايزه يتعذب في النار اكتر ما هو هيتعذب.
وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. يعني تشتركوا في القناة، فاهمين يابا؟ ل50,000 فيديو ولسه وصلتش حاجة يا جدعان، ما تشتركوا في القناة هذا، نيجي نبوس على راسكم وحطوا لايك. ولو هتشوفونا على الفيسبوك فاهم تدونا لايكات كده وتظبطوا الدنيا من على الفيس، وتستنوش تسمع الفيديوهات اللي جايه، الفيديوهات اللي راحت، الفيديوهات اللي في النص، الفيديوهات اللي على الجنب، والفيديوهات اللي على الجنب التاني. وبس، ويلا